السلام عليكم شباب، شلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم احد بساتين ابو الخصيب، طالع صيد جراد للبلابل. نشوفكم بساتين ابو الخصيب، حياكم الله ويانا. هذا كله ان شاء الله راح تنزرع بامي. كلها مشاريب بامي اذا الله راد السهل. عينكم ما تشوف هذاك كله كراث متروك طبعا، مشيب، تلقى الجراد نايم بنوم. هذا بعده يستحق الحشد. شوفوا حتى صاحبه ما زاق الارض مالته، بس هو تاركه ما يريده. هذا بساتين ابو الخصيب. هاي كل البلاد يستاهلن. شباب هذا شنو هو؟ تعرفون شنو؟ هذا الزرنطة نسميه. شباب شوفوا شنو لقيت. هذا نسميه احنا فرس النبي، وبالحقيقة اسمه سرعوف. ياكل لحم، ياكل حتى طيور كبار. طبعا يصير هذا حجمه كبير. شباب شوفوا هاي الحلبة وين طالعة ويا الشعير، ويا الشعير والكراث. شوفوها هاي حلبة، هاي كيلها حلبة. الحلبة الورق مالتها ما يصير بيه خط اصفر بالنص. هاي الورقة ما يصير بيها خط اصفر بالنص. هاي حلبة. الحندقوق بالعكس، يصير الورق مالته طوال وبيه خط اصفر بالنص، او تلقاه ذاب شو اسمه مثل السنابل صفر. هسه هذه ما بيها لا خط اصفر ولا ورقة طوال ولا سنابل. هاي حلبة. هاي تفيد المتزوجين، تفيد اللي ظهره يأذي، اللي عظامه تأذي، تغليها وتشربها. هذا دواك ومن الله شفاك. شباب هاي الحندقوق شوفوها شلون ذابة سنابل صفر، الورق مالتها طوال. هذه الحندقوق. طبعا شوف هسه قد مشيت البستان وين ما اروح القى هذا المتسلق البلاب. هذا دمار للزرع. شوف ايش قد، هذا دمار للزرع. وانت رايح كله البلاب. هذا اذا كب الزرع بعد يخرب لك الزرع، تضطر تحشي الزرع وتذبه. شوف حتى النخلة مفكر روحها من عنده. شوف شلون متسلق عليه. راح لكم دمار هذا الزرع. شباب هذا كله شعير طبيعي، يعني مو حطاشه، مو زارعينه. هذا طالع طلوع ربه من الله. شعير طبيعي هذا. شوفوه هذا كله شعير طبيعي، وانت رايح للاخير ما حد زرعه. هذا فلفل منتهي الموسم مالته، منتهي الموسم مالته. هذا كله فلفل منتهي الموسم شيء. هاي البيوت كلها ريحان. ان شاء الله اصورها لكم من داخل. هذا كله ريحان ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كشفونه يموت الريحان لان الجو بعده ببروده، فاذا تكشف من هذا البيت يموت، يظل منه النهاية الثالث. يا الله يكشفونه. طبعا بوخه كلش قوية خليه يطلع. شباب شوفوا هذا الخبز اهلنا ياما كلوا من عنده بايام الحصار.
يسوونه حميز شلون ما اعرف. شوفوا شحالاته اخضر، باجي حرمة عنكبوت نحاول نطلعها. شفتوها؟ هاي قرصتها فدي تأذي، الألم اللي بيه مو طبيعي. رجع. هذا النوع من النمل أبد ما تلقاه بالبيوت، مستحيل تلقى هذا النوع من النمل بالبيوت، هذا كله بالبساتين تلقاه. شوفوا هذا كله بالجسم كارثة، اللي عنده حساسية يخليه يحك ويرد لورا. هذا ما تلقاه بالبيوت بس بالبساتين. شباب لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله ينال إعجابكم. تحياتي لكم، في أمان الله.